وصفتي لليوم أكلة شعبية من بلاد الشام. كل بلد بيعملها بطريقته ولمسته الخاصة. هالأكلة بتجمع بين البساطة والفخامة بنفس الوقت، بطعم غني وحشوة وتتبيلة بتدوب بالقلب قبل التم. يلا نحضر الوصفة سوا. قبل كل شي بدي جهز التتبيلة. عندي 6 جرس بقدونس مفرومين و6 جرس كزبرة مفرومين. الكزبرة والبقدونس قد بقد. لا تستغربوا من الكمية، تاكل منيح حشوة، والتتبيلة أساسا بتدبل. سر هالوصفة هو برش ليمونتين كبار، وتوم مفروم، راسين توم مفرومين مو مهروسين ولا مدقوقين، فرم ناعم، وعصير 4 ليمونات، وكاسة كبيرة زيت زيتون. وبهاراتها: معلقة كبيرة بهار مشكل، ومعلقة كبيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة جوزة الطيب. كمان جوزة الطيب ضرورية بهاي الوصفة. والملح على ذوقكم، أنا حطيت معلقة كبيرة. بحرك التتبيلة منيح وحطها على جنب. وهلأ بدي بلش بتنظيف الطحالات. الطحالات أول شي ما بدن غسيل، شطفة بس بالمي قبل ما تبلشوا تنظفوها، مشان بس تشقوها من جوا ما يطلع الدم وتصير مزنخة. فما بدها، اللي بيقلكن بدها نقع بقلب خل، ليمون، ملح، ما بدها أبدا. بس شطفة قبل ما تبلشوا تنشفوها منيح. هلأ بالطحالات في عروق طالع لبرا، انتو متل ما لكم شايفين. عم شد كل عرق لفوق وعم اقطعه بالسكينة. السكينة لازم تكون كتير حادة. بدي حاول قد ما فيني ما شق الطحالاية. هلا عم بفتح فيها جيبة. رح نزلكن واحدة تانية وعمل زوم عليها مشان تشوفوا طريقة التنظيف اكتر. عم شد الخيطان لفوق مثل ما لكم شايفين، وعم حاول شوي شوي بالسكينة نظفن مشان ما شق الطحالاية وتفزر مي. نظفتها من هذا الطرف، بدي اقلبها ونظفها من الطرف الثاني. اخر شي بشقها وبدي اعمل لها جيبة مشان احشيها. كمان اعمل لها جيبة لازم السكينة تكون رفيعة وحادة كتير. هاي كان فيها شوية عروق زيادة عن غيرها، صورت لكم اياها مشان تشوفوا الطريقة كتير اوضح. هلأ كيف بدي أعمل جيبة؟ شايفين شكل طحالاية في منطقة بتكون فيها منفوخة. بضغط أنا على هاي المنطقة بهاي الجهة، وبفوت السكينة وبعمل فيها شق يمين، برجع بطالعها، برجع بشقها يسار. آخر شي الفتحة بفوت إصبعتي فيها وبعد الأنسجة عن بعضهم، هيك بصير عندي جيبة. هلا بدي بلش احشيهم. بحشي قطعة قطعة، بعبيها حشوة. والطحالاية على النار اساسا رح تكش وتمسك على الحشوة، فما تحشوها كتير كتير انه يعني تكون الحشوة طالعة على برا. هيك هيك رح تمسك الطحالاية عليهم. بعمل الكمية كلياتها. بكون مجهزة اساسا كمان كمية من الحشوة قايمتها على جنب. هلا بقلكن ليش. بصينية بعبيها زيت زيتون، هاي الأكلة كتير بتحب زيت الزيتون. بصف الطحالات بقلبها، وبدي وزع شوي من التتبيلة حوالين الطحالة. وكمان هاي الأكلة بتحب اللية، يعني إذا عندكم لية خروف حطوا قطعة من اللية حواليها، هذا كمان بيرجع لكم. إذا بتحبوا اللية بتعطي نكهة كتير طيبة، ما بتحبوها فيكم تستغنوا عنها. فيكن تحطوها بالفرن، وفيكن تطبخوها على الغاز. أنا بصراحة عملتها على الغاز، عليت النار عليها لسمعت الغلوة، نوصت على الطفي، وحطيتها لمدة من ساعتين لساعتين ونص. هاي الصينية صارت جاهزة، ما فيني إلكن ريحتها قبل ما تنطبخ بتشهي. غطيتها بورق زبدة، بعدين بورق القصدير. فيكن مثل ما قلت تعملوها اما بالفرن او على الغاز، نفس الشي. بس انا دائما صرت اعملها على الغاز، والله لقيتها اسهل واسرع. وهلا استوت الطحالات عندي. انا ما بحب الطحالات ناشفة ناشفة، بحبها شوي طرية، ولا كمان كتير عليها مرقة. ومثل ما قلت لكم قمت شوية تتبيلة، طفيت الطحالات فيها. بدي خليها تغلي غلوتين، ما بدي التتبيلة يتغير لونها، بدي اياها تبقى خضرة، لانه بتعطي كتير نكهة طيبة هالتطفاية للطحالة. هيك استوت اكلتنا، لساتها سخنة، بدي اتركها شوي على جنب لتبرد شوي. بدي اقطعها لبين ما تبرد الصينية. بدي اعمل سلطة كتير طيبة نحل طحالة. عندي هون سنتوم انا هارسته، حطيت عليه معلقة كبيرة لبنة،
3 معالق كبار طحينة، رشة ملح وربع كاسة مي. بحرك الصوص كتير منيح وبدي أضيف عليهم بندورتين مفرومين ناعم وخيارة مفرومة ناعم، بحركن كمان وبحط عليهم آخر الشي رشة نعناع. كتير كتير طيبة هاي السلطة ناحلة حالات. وهي الأكلة فيكن تاكلوها أما بالخبزة أو تطبخونها رز، هذا كمان شي بيرجع لكم. هلأ بردت الطحالات عندي شوي، بدي أقطعها، ما بقطعها بنزل بالسكينة لآخر الطحالات، ما بدي إياهم ينفصلوا عن بعضهم. قطعتها بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين وبقيت متماسكة. فوائد هي الأكلة ما بتنعد، فيها كتير فيتامينات وبتقوي الدم، وغير هذا كله النكهة والطعم. شو بدي أحكي لكم على الطعم؟ الطعم بيحكي لحاله. عن جد هي الأكلة كتير مناسبة للعزايم، بتبيض الوجه أو لحتى تدللوا عيلتكم فيها. أكلة مختلفة ومميزة بنفس الوقت. احفظوا الوصفة وجربوها وادعولي. صحتين.